علق هذا القلب بالذي خلقه، وأخرج كل من سواه منه، ورد كل حب ولا تبقي إلا حبه، تصير فوق الأرض في جنة، وتحت الأرض في جنة، ويوم العرض في جنة. أولئك السعداء. كيف يعرف العبد أن الله أحبه؟ أولاً أن يحميك الله من فتن الدنيا. ترى الدنيا باركة في قلوبنا يا أخوان، نحبها، وهذا قضاء وقدر. تحبون المال حبا جما، ويقول الله بعد أن أقفل في سورة العاديات قال والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. هذه 5 أقسام. جواب القسم إن الإنسان لربه لكنود جحود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. الخير هو المال، الدنيا، ولذلك حبنا لها يعمينا ويصمينا ويجعلنا نخلص لها ونعادي فيها ونحب فيها. لكن من علامات حب الله لك أن يجعل الدنيا في يدك، فلا تفتنك امرأة. ما تلاحظون بعض الناس ما انفتن مع الناس بالصور ولا باليوتيوب ولا بالسفريات المحرمة ولا بالحرام، يرى الربا أمامه والحرام أمامه ويكتبون اسمه في الانتداب وخارج الدوام وينزل اسمه أنا ما رحت انتداب، وخارج دوام أنا ما داومت في خارج الدوام حتى تعطوني. يا ابن الحلال انفع نفسك 20,000 خلصها خلا تمشي. لا يا حبيبي، ولا ريال حرام، أنا أحب الله أكثر من الدنيا، الله صارفني عنها. هذا من علامات حب الله أن يصرفك عن الفتن كلها. الثاني أن يبتليك. أحبابي، وهذه كل منا يقول اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء. من علامات حب الله أن يبتليك في نفسك أو ولدك أم مالك أو يعاديك من كان حولك. ولذلك في الحديث إذا أحب الله عبدا أصاب منه ابتلاه، ولا يزال البلاء بأحدكم حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. الله أكبر. ولذلك أهل البلاء هم الأنبياء. قال الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأخبر الحبيب عندما أتاه أصحابه يسألونه أن يدعو لهم قال إنكم قوم تستعجلون. كان من كان قبلكم يؤتى به فينشر ما بين لحمه وعظمه. ابتلاءات. وليقترى اللي ينشر هذا مفرقه من أحباب الله، من أولياء الله، من عباده، ممن يحبهم، لكن لهم منازل في الجنة لا يصلونها إلا بالصبر على البلاء. ولذلك أحبهم. ولذلك عندما نجى الله أيوب من الابتلاء قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد. نعم العبد. 18 سنة قيح، وأبنائه يموتون وزوجاته ولا تبقى إلا زوجة وتبيع شعرها وتخدم في البيوت. فلما رأى كل الأبواب كرهه الناس، قذره الناس، احتقروا زوجته، باعت ضفائرها، رفع العين وهو على الأرض والقيح يتفجر قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. اركض برجلك. هذا مغتسل بارد وشراب. إذن البلاء من علامات حب الله. أيضا أن ينشر الله لك القبول في الأرض. وإياك أن تعادي عبدا أحبه الله فنشر القبول له، تجي عادة ناطحه ولا تناكفه وإلا أنك تعاديه أو تكذب عليه أو تحاول إسقاطه. أقبح عباد الله فوق الأرض من يريدون أن يرفعوا حب الله لعبد، يبون يرفعون حب الله من الأرض. والله يا أخي مغفلين. الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادى في السماء ثم يوضع في الأرض اللهم يا رب أنزل حبك لنا في السماء والأرض واجعلنا من أوليائك وأصفيائك وأعذنا من البلاء وجهده يا رب العالمين، وأدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب يا أكرم الأكرمين، أنت أكرم مسؤول. إذن القبول في الأرض من علامات حب الله جل وعلا العبد. ومن علاماتها أن يرزقك الله حسن الخلق والرفق. من علامات الله يحبك. ترى الحليم منا الله يحب هذه الخصلة منه.
في حديث أشج بن عبد قيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله. يا رب لا تحرمنا فضلك، وجملنا بالأخلاق كما جملت خلقنا، فجمل أخلاقنا. من علامات حب الله أن يهديك للخلق الحسن، أن يهديك لطلاقة الوجه، أن يهديك لبذل نفسك للناس، أن يهديك للصبر على الأذى، أن يهديك للكرم، أن يهديك لصلة الرحم، أن يهديك لإكساب المعدوم. ولذلك الحبيب قبل أن يكون نبيا هيأه الله وصنعه ربي على عينه، فجعله من أحسن بل أحسن الخلق خلقا. فلما أتى من غار حراء قال: زملوني. انظر الزوجة الصالحة: كلا، أبشر، والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم، إنك لتكسب المعدوم، إنك لتعين على نوائب الدهر، إنك لتقري الضيف. معنى ذلك أن الله اصطفاك بهذه الرسالة لأن أخلاقك أخلاق العظماء، بل هو خير الورى بأبيه وأمه. فمن علامات حب الله أن يرزقك حسن الخلق. اسألوا الله. كان الحبيب ماذا يقول؟ خلنا ندعوها صدق: اللهم آت نفوسنا تقواها، يا رب زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، يا رب اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. فإن الله إذا شاء بك خيرا جمل باطنك كما جمل ظاهرك. والله جميل، الله جميل ويحب الجمال، ومن أعظم الجمال جمال الخلق. ولذلك أحبابي خلقي وخلقك ما أقدر غيره ولا أقدر غيره، ومع أن الله لا يخلق إلا جمالا، والله لا يخلق الشر المحض، وفي كل زاوية في الكون جمال. يمكن ترى الشين في عينك زين في عيني أنا، ولكن في النهاية كله جميل. الله جميل يحب الجمال. ولذلك من جمال روحك أن تجمل أخلاقك. بعضنا ما يصلي الفجر ليه؟ يقول تعبان، سهران البارح في العمل، سهران في محاسب العمال، ويذكر أسبابا من الدنيا: أشغلني الأبناء، ليه ما تدرك تكبيرة الإحرام؟ الله يصلح قلوبهم، أشغلوني. وتجد أن بعضنا أعذاره في لقاء ربه سببها هذه التي حذر الله منها. ولذلك أيها الأحباب قال جمع من أهل العلم: إن الله أعلن لعباده أن حبه إذا خالطه حب شيء من الدنيا فضعف حبه، وعده أن يتربص، كأنه يقول: انتظر العقاب العاجل قبل الآجل. ولذلك كم سلطت علينا من الدنيا، بعضهم 20 سنة يجمع الريال، وفي لحظة في سوق الأسهم راحت كلها. ويبني المزارع أو المصانع واحترقت في ساعة. وأبناؤه عنده فقدهم واحدا تلو الآخر. صحته في أقوى، بدأ العد التنازلي، جمع الفلوس في 40 سنة وصرفها على صحته في 4 أشهر ومات مسكين. أما لو أن حب الله في قلبه وكل الدنيا يرغمها لطاعة من أحب. أحبابي أعطيكم مثال: لماذا نحن إذا أراد البعض منا يتصدق يذهب لفئة ريال و5 و10، مع أن الله معطيه 500 و150؟ هذا مثال. أتدري لما؟ لأن نخشى إن أعطينا 500 تذهب ولا تعود. لو أننا نحب الله أكثر من المال لفرحنا بالمتصدق، كما قال الإمام الشعبي وغيره: إذا طرق الفقير على بابه قال: مرحبا بمن يغسل ذنوبي. فرحانا بالضعيف، وأننا نمد البراطم ونلوي الرقبة أحيانا. وبعضنا أحبابي والله إن حب الله إذا دخل في القلب لا يبقي الإنسان عنده شيء. تنظر في حياة عائشة رضي الله عنها، حياة أمهات المؤمنين، حياة عبد الرحمن بن عوف، حياة عثمان. يا أحبابي ألا يحبون زوجاتهم، أموالهم، بيوتهم؟ بلى، ولكن حب الله أعظم، ولذلك أرخصوا كل شيء لله. هذا الفرق بيننا وبينهم، هو حب الله أعظم. ولذلك إذا تجد الإنسان يطيل الوقوف بين يدي الله، يجلس في آخر الليل 1.5 ساعة وهو يبكي وينشج، تورمت قدمه، والله ما أنساه أقدامه وقد تورمت إلا حب الله. يناجيه متلذذ بين يديه. يا أخي لو استضافني عظيم من عظماء الأرض لاستمتعت بحديثه وانتظاره 1 ساعة
وبعدها أقول تعبك طال عمرك راحة، أبيه ينبسط ما بيزعله، وأقعد عنده وانتظر في انتظاره وأذهب عساه وأنبسط إذا قيل لي إنه بعد خروجك أثنى عليك. يبدأ أنبسط فرحان إنه يمدحني مع أنه مخلوق لو انحبست بولته في بطنه مات حصرا، ولو أنه ما شرب الماء مات ظمأ، وليبقى العظيم المناجي له يحبه. لما تزاحمت المحبوبات في قلوب بعضنا وجعلنا الترتيب للأولويات، يحب زوجته، أبناءه، وظيفته، بيته، الدنيا، النساء، المال، الأسهم، السندات، البنوك إلى غيرها، لما تزاحم الحب في القلب خرج حب الله من القلب، وإذا خرج حب الله من القلب صارت الحياة كأنما هي أشباح وصحراء وضيق وهم. وكل من أحب مع الله غيره عذبه الله بذاك الحب. أي حب يزاحم حب الله يعذبك الله بهذا الحب. ولذلك بعضنا عذب بزوجته، عذب بأبنائه، عذب بماله، ولذلك تجد أنه معذب، ان طلعوا خاف عليهم، ونرجعوا خاف ما يطلعون، وتجد خائف من الخوف، حتى أن بعضنا صارت الحياة كلها أشباح. ولو أنه ذاق معين الحب حب الله، هذا الذي إذا ذاقه العبد والله لو قطعت أواصره في ذات الله إنه يتبسم. ولذلك الحب الصادق يجعل المعذب وهو يعذب يبتسم.